مي بالقاهره. مساء الخير يا مي. مساء النور يا استاذ معتز. اهلا وسهلا. اول حاجه يا ريت تفيدني بس اتكلم مش هطول. اتفضلي. اول حاجه انا بحيي اللواء سامح سيف الجزل جدا، ولو بايدي والله هختاره رئيس مصر، لكن ربنا يعوضنا عنه. شكر خالص شكر. تاني حاجه انا عايزه اقول للاستاذ اللي موجود الفرق بين عمر سليمان انه يتامن وهو رايح النهارده وبين اي مرشح تاني، ان ده عمر سليمان رئيس المخابرات السابق وقاهر اليهود. اوكي؟ تاني حاجه انتوا قلتوا ديمقراطيه وعملتوا ثوره عشان الديمقراطيه، احترموا صندوق الانتخابات. يعني لو اخترنا عمر سليمان ما تحترموا قرارنا، تحترموا قرار الشعب اللي زهق. ده انا على الفيسبوك انا حطيت صوتي صوره البروفايل بتاعي عمر سليمان، راح واحد داخل لي بيقول لي انت من انصار المخلوع، كرهتونا في الديمقراطيه. انا دلوقتي بايد واحد تقول انت من انصار ومش انصار، انتوا اللي قسمتونا. تاني حاجه كفايه بقى كلمه فلول عشان احنا زهقنا. ودلوقتي لما يطلع واحد من 6 ابريل ويقول عمر سليمان لو نجح هنعلن الكفاح المسلح ضده، ده لو احنا في دوله قانون ده يعتقل، لان بيقوم شعب على الكفاح المسلح. هتجيب التسليح ده منين؟ من صربيا ولا منين؟ تاني حاجه انتوا بتقولوا عمر سليمان اجهاد للثوره. طب انا عايزه 6 ابريل تعمل مليونيه الجمعه الجايه ونشوف كم حد هيدخل يأيد المليونيه دي، واعرفهم كام مؤيدين عمر سليمان وكم مؤيدين 6 ابريل واللي بيقولوا الثوره لسه مستمره. الشعب تعب من التهوين بقى، فانتوا رافضين ان سكه بقى الديمقراطيه هنمشيها. طب هنمشيها ازاي اذا كان ما بنمشي بالديمقراطيه وبنقول راينا بتقولوا علينا فلوس؟